مساء الفل، مساء الخير، العفو عليكم. دي صورة حسن شاكوش، ودي صورة حمو بيكا وهو شايل بنته أول مولودة ليه، ودي صورة مراته شمس. طب ايه اللي جمع ما بينهم إذا كان حسن شاكوش أصلا ما راحش؟ هقول لحضراتكم ايه اللي جمع بينهم. حمو بيكا ما دعاش وما عزمش أصدقائه القدامى اللي هم أيام الكحرطة زي ما بيقولوا، على الرغم من إن طليقة حسن شاكوش ريم حضرت السبوع زي ما بيقولوا، لأن هي على علاقة بمرات حمو بيكا. حسن شاكوش فتح النار على حمو بيكا، مش كلنا عارفين قصته في الجواز، ففي ناس كتير راح عامل ايه بقى. حسن شاكوش فتح النار على بيكا وقال له كلام، وقال له عدوك ابن كارك. فلحظة نقرا لبعض ايه اللي حصل. حمو بيكا طلع في لايف النهارده على لقطته بعض المواقع او نشرته بعض المواقع، انا اسفه، وكانوا بيقولوا ان هو كان على منصة الانستجرام، حسابه على الانستجرام. قال عدوك ابن كارك حسن شاكوش يفتح النار على حمو بيكا امام الجميع. قال حمو بيكا ما عزمنيش على عقيقة بنته، وانا ما بتحركش من مكاني غير لما اتعزم، وبيكا معاه تليفوني، لو عزمني كنت رحت له. اضاف قال ايه بقى كمان حسن شاكوش في اللايف بتاعه، حب الخير لغيرك عشان ربنا يكرمك. حسن شاكوش يفتح النار على حمو بيكا، وقال وفاجئ مطرب المهرجانات حسن شاكوش الجمهور بفيديو لايف على حساب على الانستجرام يشن فيه هجوم على بيكا، وقال له اوعى تكره الخير لحد، لكن كلنا لينا أعداء وعدوك ابن كارك. مفيش حد هيكون عايزك أحسن منه، وفيه ناس عندها غيرة شغل وغيرة شخصية، وأنا عمري ما غيرت من حد لأن ثقتي في نفسي أكبر مما تتخيلوها. وفي ناس مجرد ما تديهم ظهرك يشتموك علشان انت معبرتهمش، وربنا يدي كل واحد على قد نيته. وقال كمان حسن شاكوش انا عمري ما غيرت من حد لان ثقتي في نفسي اكبر بكتير من اي حد يتخيله. وقال كمان في اللايف حب الخير لغيرك علشان ربنا يكرمك، اوعى تكره الخير لحد. عفوا، كلنا لينا أعداء، حتى عامل النظافة ليه أعداء، وعدوك ابن كارك. مفيش حد يحب يكون أحسن من تكون أحسن منه. عايزك مفيش حد عايزك تكون أحسن منه، ودي غيرة شغل وغيرة، وفي غيرة شغل وغيرة شخصية. كلنا لينا أعداء تاني. وقال لأن عدوك ابن كارك. وكان بيكا عمل سبوع بنته في قاعة أفراح وفيها ذهب وعربية مكشوفة، واسبوع لبنته اللي هي سماها تاج، وجاب لها فعلا تاج من الذهب اهو ومراته معاكم. اللي مش شايف الصورة يقول لي مشكورين، وانا يعني بشكر كل اللي بيشوفني واللي هيشوفني. كلنا لينا أعداء. حمو بيكا احتفل من ساعات اللي فاتت بحفل سبوع بنته أو عقيقة بنته، تاج سماها تاج وجاب لها فعلا تاج دهب. وقال في أحد قاعات الأفراح برفقة زوجته شمس وأصدقائه، وحضر ثلاثة من مؤدي المهرجانات غير عمر وغير حسن شاكوش. وعد وقال له وعيلته، حرص بيكا في بداية الحفل على الوصول إلى قاعة الاحتفال مستعينا بسيارة كلاسيكية
ومكشوفة السقف. ومن جانبه وفي وقت سابق حرص مؤدي المهرجانات حمو بيكا على مشاركة جمهوره بفيديو من كواليس ولادة ابنته الأولى تاج، حيث ظهر في الفيديو مع زوجته شمس وهما يستعدان لاستقبال أول مولود لهما. وعلق حمو بيكا في الفيديو قال: اللهم لك الحمد، فرحة العمر كله إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بحتة منك ومن حبيبة عمرك، والحمد لله ربنا رزقني بأهم حاجة في حياتي تاج، ربنا يخليكوا ليا يا رب، وأقدر أسعدك وأسعدك في حياتك يا بنتي. موجه الكلام ده طبعا لمراته ولبنته، ومراته اللي ظهرت لابسة ذهب كتير. بيقولوا إن هي الحفل اتكلف بذهب مراته الهدية وبتاج بنته 3 مليون جنيه أو 2 مليون، في ناس قالت 2 وفي ناس قالت 3. عموما احنا بنبارك له وربنا إن شاء الله يبارك له فيها. وبنقول لحسن معلش يا حسن، الدنيا بتتغير وحاول تسامحه، ربما إن هو نسي يدعيك أو كان فيه ما يشغله عنك، لكن هو كان سبق قبل كده حمو وقال على عمر كمال في لقاء تلفزيوني مع المذيعة مقدمة البرنامج بسمة وهبة، وقال إنه تعمل له عمل أو شيخ الحارة قال له أنت معمول لك عمل، قال له أيوة من عمر كمال عشان ما يشتغلوش وهو يشتغل. قال له عرفت منين؟ والمذيعة سألته، قال لها إن هو راح للشيخ وقال له على الاسم بالظبط وإنه هو فكله العمل. قالت له فكه لك بإيه؟ قال لها بالقرآن. القرآن جميل وربنا سبحانه وتعالى رزقني شغل ورزقني ببنتي اللي وشها حلو عليا. دي كانت متابعتنا دلوقتي، أشكركم وإلى اللقاء. كان معكم من المتابعة نجوى عبد العزيز الصحفية. أشكركم لمتابعتكم دفتر أحوال فيس ويوتيوب، وإلى اللقاء في متابعات أخرى إن شاء الله، وتصبحوا